السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل أطعم وألذ كيكة بالبرتقال، ممكن تاكليها في الشتاء، جميلة جدا وطعمها لذيذ. هنا معانا 5 من البيض، وكوباية ونص سكر، ونص كوباية سمن على زيت، ومعلقة بشر برتقال جميلة ما بيخليش فيها أي ريحة زفارة، وكوبايتين كبار من الدقيق، ومج عصير برتقال. هنا هنحط المكونات دي على بعضيها، اللي هو السكر والسمن على زيت والبيض وبشر البرتقال وكيس فانيليا. لو مش حابة تحطي فانيليا عادي، بشر البرتقال ده مبيفيهوش اي زفرة فيها. المهم ان احنا هنقلبها لحد ما السكر يدوب كويس جدا. لازم ان احنا ندوب السكر عشان السكر ميبقاش باين معانا في الدقيق. هنا هنجيب الدقيق ننخله علشان تبقى هشة معانا كده وحلوة. نقلبه كده، نفضل نحط الدقيق ونقلبه. وبعد كده هنحط مج عصير البرتقال، احنا حطينا مج ونص، يعني يعتبر كوبايتين. وحطينا بيكنج باودر، حطينا كيس. لو حابة تحطي كيس ونص عشان تبقى هشة معاك عادي، مفيش اي مشاكل. صدقوني جربوها بالطريقة دي، بتبقى تحفة جميلة جدا وكفاية ريحتها. اهو هنا دوبنا الخليط كله على بعضيه. اخر حاجة هنحطها البيكنج باودر، ومعانا صينية مدهونة زبدة او زيت ومبطنينها بالدقيق، ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 150 او 160، وهنحطها في الصينية وندخلها في الفرن لمدة نص ساعة. تاكلي احلى كيكة ما شاء الله، طعمها بيبقى تحفة. ما تنسونيش اللي اول مرة يشوفني يعمل له متابعة ولايك. اهو ما شاء الله، شايفين الخليط متجانس معانا ازاي؟ اهي طلعت معانا ما شاء الله. الاضاءة ظلمها كمان، مش جايباها على الحقيقة. احنا حاطين على وشها سمسم وحبة البركة، بتدي طعم كده وريحة برضه حلوة. شايفين ما شاء الله عالية ازاي وهشة. اهو صلى على النبي. شايفين الجمال؟ طعمها بتبقى لذيذة جدا عن الكيكة اللي هي بلبن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.